السلام عليكم. بص يا ست البنات، فيديو تريكي. مش مهم شكله، مش مهم مظهره، ما تختاريهوش عشان كلامه، ما تنجذبيش اليه عشان خاطر طريقة لبسه او هزاره او ضحكه مع الناس. كل ده في شيء. الجواز حاجة تانية خالص، ولو سألت اللي حواليك هيقولوا لك كده. في امور ممكن الراجل يعملها عشان يجذب بيها ناس تانية، اللي زي حالتك كده، والموضوع ده بيبيعها طريقة الكلام واللبس واللباقة خالص. ما بيبقاش ده المعيار الأساسي في الجواز بعد كده خالص. المعيار الأساسي في الجواز مسؤولية، تضحية، إنكار ذات، لأن هيبقى في رقبته ست وأولاد، مطلوب إنه يحفر أرض ويجيب لهم مصاريفهم حتى لو الدنيا غدرت بيه. عشان كده بقولك اعملي حساب الحتة دي. هو راجل مسؤول ولا لأ؟ سيبك من أي أشكال تانية ممكن تبهرك. ما تخليش حد يخدعك بكلام أو بشكل أو بمظهر خالص. بالعكس، ممكن يبقى اسمه واحد ساكت ومالوش في الكلام قوي، ما بيعرفش يتكلم. خلي بالك نوعية الرجالة اللي بتعرف تتكلم في أي ريليشن شيب مش كتيرة. يعني مش كل الرجالة منفتحين على علاقات مع شركة حياة، وبالتالي يقدر يقول كلام كتير قوي. لا، الراجل طالع للدنيا الأهداف: يتعلم، يتخرج، يتجوز، يخلف عيال، يربيهم، يكبر، يموت، ياخد معاش. لا، معاش بقى كده يموت. بس حافظ مش فاهم، ده الراجل. انت عليك اللي انت تكتشفي الجوانب الإيجابية اللي عنده، وكل ما اكتشفتيها بدري كل ما الخازوق مجاش. صباحك زي الفل.